السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض باتيه الأفران بأنجح وأسهل وأبسط طريقة. الطريقة اللي احنا هنستعملها النهاردة بسيطة جدا جدا، ومناسبة قوي كمان للمبتدئين، وهتخليكم تعرفوا ان الباتيه من أسهل أنواع المعجنات اللي ممكن تعملوها. هتنجح معاكم من أول مرة. الطريقة اللي أنا هستعملها النهاردة مختلفة تماما عن الطريقة التقليدية لتوريق العجينة. الطريقة دي أسهل بكتير وأبسط كمان، وبتدينا نفس النتيجة بتاع الطريقة الأصلية. وبما إننا في فترة الدراسة فالوصفة دي مثالية جدا جدا لللانش بوكس، ومش بس للمدرسة، ده للجامعة وللشغل وللفطار الصبح كمان مع كوباية شاي أو فنجان قهوة. طعمها في منتهى الجمال ولذيذة جدا جدا. بس عايزاكم قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا تعملوا لايك وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس لو أول مرة بتشوفوني علشان يوصل لكم إشعارات بالوصفات الجديدة أول بأول. ويلا بينا نبدأ الباتيه الخطير بتاعنا ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجة هحضر العجينة. هحتاج هنا تقريبا كوباية وربع لكوباية ونص من المية الدافية، ولازم تكون مية دافية. هزود عليهم 3 معالق كبار من السكر، وكمان كيس من الخميرة الفورية، وهقلبهم كويس مع بعض، هقلبهم كويس جدا جدا. وهسيب الخليط ده على جنب لغاية لما نتأكد ان الخميرة بتاعتنا شغالة، وبعد كده هنشوف المواد الجافة بتاعتنا عبارة عن ايه. المواد الجافة بتاعتنا عبارة عن 4 كوبايات من الدقيق الفاخر، جميع الأغراض، وزودت عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، وهقلبهم مع بعض كويس. وعندي هنا ربع كوباية من الزيت. ودلوقتي هاخد خليط الخميرة وهزوده على الدقيق وهبتدي ان انا اعجن. وانا هنا ما سبتش الخميرة لغاية لما تنشط معايا وتعمل رغوة كده من فوق، لان انا واثقة في النوع ده من الخميرة وبستعمله على طول. فزودت خليط الخميرة وهبتدي ان انا اعجن العجينة بتاعتي بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بلم العجينة دلوقتي اهو. سواء بقى بتعجنوا بايديكم او بالعجان، هنعجن لمدة تقريبا من 10 ل 12 دقيقة، لغاية لما العجينة تلم معايا وتبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. عجينة الباتيه او الكرواسون بتحتاج انها تكون ماسكة نفسها كده شوية، مش طرية قوي، علشان تستحمل معانا الفرد والطي اللي احنا هنعمله للعجينة. ودلوقتي بقى العجينة اتعجنت معانا وبقت تمام قوي. هلم العجينة وزي ما انتوا شايفين كده العجينة ماسكة نفسها ومش بتلزق معايا. العجينة بتاعتي هتبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هحطها في الطبق وهغطيها بفوطة، وبعد كده هسيبها تخمر من ساعة لساعة وربع على حسب الجو. غطيتها بفوطة، أخدت معايا تقريبا بالظبط ساعة وربع وكانت خلاص خمرت. هخرج بقى العجينة بتاعتي من الطبق، وهاخد رشة من الدقيق كده على السطح اللي أنا هفرد عليه. هو أي نعم العجينة بتاعتي متماسكة، ومش بتلزق في ايديا ولا حاجة، بس ممكن تلزق على السطح اللي احنا بنفرد عليه. علشان كده زيادة تأكيد بنديها رشة من الدقيق كده من تحت بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وهبتدي ان انا افرد العجينة بتاعتي كده، هبططها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هجيب النشابة وهبتدي ان انا افردها. بنفرد العجينة بقى بتاعتنا على شكل مستطيل علشان تطلع معانا كمية باتيه كبيرة كده، وما تخسرش زوايد كتيرة كده في العجينة. هنفرد العجينة كمان بسمك 1 سنتي، يعني ما تبقاش العجينة بتاعتي ما تبقاش تخينة قوي وما تبقاش كمان رفيعة قوي. هفردها على شكل مستطيل بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وعندي بقى كمان نص كوباية من الزبدة العادية بدرجة حرارة الغرفة. يعني الزبدة لو عندنا في التلاجة لازم نخرجها الأول قبل ما نبدأ بساعتين 3، علشان تبقى طرية معانا وتبقى سهلة معانا في التوزيع على العجينة. الزبدة بتاعتنا ما بنسيحهاش، يعني ما بنحاولش مثلا ان احنا نسيحها على النار علشان نطريها شوية او حاجة، لا، علشان لو ساحت مش هتدينا ابدا النتيجة اللي احنا عايزينها. فلازم تكون طرية على حالتها الطبيعية، ما نضطرش ان احنا مثلا ندخلها الميكرويف او نحطها على النار. وبنفرد الزبدة بتاعتنا بفرشة كده على العجينة، سهلة او بسيطة جدا جدا، وبتتفرد معايا كده بسهولة. وعايزة اقول لكم كمان ان انا ما احتاجتش كمية الزبدة كلها، يعني انا استعملت اقل من نص كوباية الزبدة.
وعندي باقي الكمية اللي اتفضلت معايا. هاخد بقى سكينة كده وهبتدي ان انا اقسم بيها العجينة بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بنقسم العجينة من على الحروف وبنسيب النص زي ما هو سليم بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وبعد كده بنطبق كل الحروف على بعضها، واللي بنطبقه بننقله للصف اللي بعده. بطبق العجينة بالشكل ده زي ما انتم شايفين، سهلة جدا وبسيطة. لو مشيت على الخطوات بالظبط هتلاقيها سهلة معاكي. هجيب الطرفين على بعض كده وهقلبهم في النص بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا اقفلهم. واللي بطبقه بنقله للصف اللي بعده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. واخر حتة كده من العجينة انا بخليها كبيرة كده شوية علشان اقفلها كده على باقي العجينة. لميت العجينة بتاعتي بالشكل ده، ولازم ناخد العجينة في المرحلة دي ندخلها التلاجة، يا اما تدخل التلاجة لمدة ربع ساعة او ندخلها الفريزر. لو مستعجلين ندخلها الفريزر لمدة 7 دقايق كده، وبعد كده بنخرجها تاني وتبتدوا تطروها وتفردوها بالنشابة. يعني لازم الأول العجينة تدخل التلاجة لأن الزبدة بتكون طرية زي ما انتم شايفين كده. فلو ابتدينا ان احنا نفردها تاني الزبدة هتسيح معانا وهتبهدل معانا العجينة، ومش هنقدر ان احنا نتحكم فيها. فلازم الأول ندخلها التلاجة اما ربع ساعة او ندخلها الفريزر لمدة 7 دقايق. وبندي رشة دقيق كده كمان من فوق ومن تحت علشان برضو لو في اي حتت زبدة كده معانا احتياطي لانها ظاهرة كده على العجينة. فبدي رشة دقيق كده من فوق ومن تحت، لان الدقيق بيساعد ان هي متلزقش معايا في النشابة كده وانا بشتغل. وهفرد العجينة بتاعتي بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هنفرد العجينة برضو بنفس الطريقة، هنفردها على شكل مستطيل بالشكل ده. العجينة طرية معايا زي ما انتم شايفين كده، هتتفرد معايا بكل سهولة بالنشابة وهشتغل بالشكل ده. ورش الدقيق بقى من فوق ومن تحت وفردتها زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هجيب السكينة بتاعتي وهقسمها من النص كده. هقسم المستطيل ده لجزئين وكل جزء فيهم هنقطعه بالطول بالشكل ده. قسمتها لجزئين بالشكل ده. كل قطعة طبعا من القطع دي هتعمل واحدة من الباتيه. وفي مرحلة التشكيل بقى تقدروا ان انتوا تضيفوا اي حشوة انتوا حابينها. ممكن تحشوها بالجبنة او ممكن تحشوها بالشوكولاتة او حتى تسيبوها سادة زي ما تحبوا. قسمت العجينة بالشكل ده زي ما انتم شايفين، بالقطاعة بقى او بالسكينة او باي حاجة قسمتها كده. بس اهم حاجة لو هتعملوه محشي بالشوكولاتة او بالجبنة او اي حاجة احنا حابينها لازم نقفل كويس على الحشوة. الحشوة نفسها هنقفل عليها زي ما هتشوفوني دلوقتي، هنقفل كده على الجبنة واللانشون اللي احنا عملناه. لان الباتيه مش بنحتاج ان احنا نقفل الاطراف، احنا بس بنلفه رول كده بس مفيش اكتر من كده. لفيت اهو بقفل العجينة كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. فلازم نقفل الاول على الحشوة وبعد كده نكمل لفة عادي. قفلت الجزء الاخير بالشكل ده زي ما انتم شايفين. عملت في الاول عملتهم كده 3 4 عملتهم سادة، وبعد كده اللي انا هعملهم باللانشون والجبنة هوريه لكم دلوقتي، وهتشوفوا دلوقتي وانا بقفل على اللانشون والجبنة وهتعرفوا انا قصدي ايه. قفلت بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وفي الجزء الاخير كده من العجينة بقفله كده كويس علشان نتأكد ان هي مش هتفتح معانا وقت العجينة ما بتتخمر او وقت التسوية كمان. قفلتهم بالشكل ده زي ما انتم شايفين. انا النهارده عملت حشوتين اتنين بس، عملت بالجبنه واللانشون. وممكن كمان تحشيها باي حاجه انت حباها، ممكن تعمليها بالشوكولاته كمان هتبقى احلى واحلى كمان. اي حاجه المتوفر عندك اعمليه، ولو انت كمان حابه تسيبيها ساده ممكن كمان تسيبيها ساده. قفلتهم بسرعة بالشكل ده ما اخدوش مني وقت. ومن نفس القطعة اللي انا بشكل منها الباتيه اخدت منها قطعة كمان كده وقسمتها بالطول بخط مايل شوية وعملت منها مثلثين وعملتها ميني كرواسون. وممكن كمان تكبروا الواحدة كده شوية وتعملوها كرواسون عادي. وتحشوها بقى بأي حشوة حابينها، تحشوها بالجبنة أو بالشوكولاتة. حبيت بس أعرفكم إن العجينة دي ممكن نعمل منها كرواسون عادي وهيطلع كمان نتيجة ممتازة كمان.
وكده خلاص خلصت تشكيل الكمية اللي عندي كلها. وبعد كده غطيت الباتيه بتاعي والميني كرواسون بفوطة وسبتهم يخمروا للمرة التانية. سبتهم يخمروا قد ايه؟ هسيبهم يخمروا لمدة نص ساعة. ولما نلاقي حجم الباتيه والكرواسون بدأ ان هو يتضاعف معايا كده، جهزت شوية لبن ودهنت بيهم وش الباتيه من فوق كده. وطبعا ممكن تقدروا ان انتوا ترشوا على الوش كده شوية سمسم او شوية حبة البركة، او ممكن كمان شوية زعتر. وممكن كمان لو مش حابين ممكن تسيبوه سادة خالص من غير اي حاجة. وبعد كده هندخلهم الفرن على درجة حرارة 200، يعني اعلى من الوسط كده بشوية، والفرن هيكون شغال من تحت بس. هحط الصينية بتاعتي على شبكة الفرن اللي في النص، وهياخدوا مدة تسوية تقريبا من 10 ل 12 دقيقة. وهيبقوا خلاص كده استووا معانا. لو لقيناهم اخدوا لون ذهبي كده من فوق بفعل الحرارة يبقى كده تمام. ولو لقيناهم لونهم لسه فاتح من فوق، هفتح لهم الشواية لمدة دقيقتين 3 لغاية لما ياخدوا لون ذهبي جميل كده من فوق. وده شكلهم بعد التسوية. وممكن على فكرة تدهنوا المعجنات برضو، تدهنهم بشوية لبن وصفار بيضة وشوية فانيليا، بتدي لون حلو قوي للمعجنات. وده بقى شكل الباتيه بتاعنا بعد ما استوى وخرج من الفرن، بجد كانت ريحته تجنن. ما شاء الله ما شاء الله، هش وخفيف وريحته كانت في منتهى الجمال، وطعمه احلى مليون مرة من المخابز. عايزاكم بجد تجربوا الوصفة دي وانا متأكدة انها هتعجبكم. وممكن كمان تضاعفوا المقادير وتعملوا كمية اكبر وتحتفظوا بيها في الفريزر كمان، وتخرجوها لما تحبوا تاكلوها. وتدخلوها بس الميكروويف او تسيبوها في درجة حرارة الجو تطرى مرة تانية، وهتبقى كأنها لسه مخبوزة دلوقتي. عايزاكم بقى تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. وبس كده خلاص انا خلصت الفيديو بتاع النهاردة، ودي كانت وصفة النهاردة. اتمنى تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك علشان نرفع الفيديو ده، واشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس على اليوتيوب باسم سلوى بدر علشان يوصل لكم إشعارات بكل الوصفات الجديدة أول بأول. هستنى رأيكم وتعليقاتكم وتطبيقاتكم كمان على الوصفة دي. وانا كده خلاص خلصت الوصفة بتاعت النهاردة. اتمنى يا رب الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم. وانا كده خلاص وشكرا ليكم، وفي رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.